السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة وتحذير في نفس الوقت. اللي يفكر يسوي له مشروع اسمع للآخر. أمس دخل علي واحد قال لي سيف أنا نصب علي من شركة لتنفيذ المشاريع. طبعا هاي الشركات الحين وايد في الانستغرام. هاي الشركة نظامها تنفذ لك المشروع اللي انت تبغيه أو فكرتك على أرض الواقع. طبعا في وايد شركات، أنا ما أعمم، في شركات ما شاء الله معروفين واسمهم ما شاء الله معروف وشغلهم طيب وضمير ومصداقية وناجحين على أرض الواقع، وفي شركات نصب واحتيال على السذج اللي ما عندهم أي فكرة بالتجارة وبالأخص بالأمور القانونية وقت توقيع العقود. هذا النصب عليه والسب العقد. طبعا هاي الشركات، مثلا انا عندي فكرة اني اسوي لي كوفي في قعدة فخمة وفي اكل وفي خدمات. اخترت المكان، وصلت للشركة هذه قلت لهم انا ابغي 1 2 3. هم يسووا لي كل شيء من A to Z، الديكور، الاثاث، العمال، الماتيريالز، الاجهزة، الكوفي، الاكل، المواعين، يطبعون على كل شيء ويسلمون لي المشروع جاهز وانا اشتغل. طبعا الاجار المكان علي ورواتب العمال علي. اتفقنا وكل شيء، لكن وقت توقيع العقد هذا الغلط اللي انا طحت فيه. استخسرت اسير لمحامي ادفع له 1000 درهم بس استشيره، اقول له اطلع على العقد هذا هل في شيء لصالحي، كيف حقوقي اللي لي واللي علي. ما صرت. وطبعا صاحب الشركة وتكلم وعيشني اني انا ناجح والكل بيشتري فرنشايز اسم الشركة عندك واسم وقعت. لما وقعت طبعا اعطنا دفعة اولى. لما وقعت الحبيب وينه؟ لا هو ولا عماله ولا يشتغلون ولا شيء. ادفع ايجار ساري والوقت يمشي. وينك؟ ليش التأخير؟ يرد علي يتهرب، مرات ما يرد وتبريرات. قلت وابي خلنا اشيل العقد واسير اشوف، الجأ للقانون. عرضت العقد على محامي عرفه، قال خيبة، هذا العقد ما في شيء من صالحك ابدا، كل شيء من صالح صاحب الشركة. يعني ما تم تشتكي عليه الحين، ليه ما خلاص في عقد ساري بينكم، تريا ليه ما ينتهي العقد وبعد ما يندرى بعد نهاية العقد. ولطم علي الدفعة مبلغ وقدره ولا زلت يقول لكن شوف الغلط اللي أنا طحت فيه، أنا الغباء مني أنا واللف والدوران من هذا. لو أنا كنت فاهم قانونيا أو معاي محامي كان ما طلع لي هالعقد، كان بيطلع لي عقد ثاني. ولكن الظاهر هيلا عندهم نسخ للعقود، يشوفون اللي فاهم يطلعوا له العقد الصحيح، اللي يشوفونه على قده يطلعون العقد الثاني ويشتغلوا عليه. عقب هذا مشروعك وفلوسك انسى. فدخيلكم اللي ما عنده وقت يسوي مشروع بروحه ويراكض يبتدي من الصفر، لا تلجأ للشركات. أرد وأقول لك أنا ما أعمم، في شركات معروفة وشغلهم ناجح على أرض الواقع، ولكن في وايد شركات ينصبون على الوادم، خصوصا اللي ما عنده أي فكرة في البزنس ويجهل وما يعرف كيف يقرأ العقود.